سنه اخويا ما يمكنش لك باي شكل من الاشكال، ويستحيل انك تتقن جميع المجالات. انت في عمرك 18 سنه وتتقن جميع المجالات، انا في عمري 39 سنه ولا اتقن جميع المجالات. عرفتي شنو هي اتقان مجال معين؟ يعني سنوات من التعلم وسنوات من الخبره. راه الخبره اخويا، التعلم بوحده غير كافي، تخصك الخبره. ملي كتمشي عند ميكانيسيان كتلقى عنده الخبره، ما كتلقاش عنده العلم. هو ما قراش في الاوف بي بي تي، هو كتلقى عنده الخبره. انت اللي قاري في الاوف بي بي تي وتوحل الطوموبيل ما غتعرفش تصاوبها، هو غيصاوبها. فبالتالي اخويا راه تركزوا على الخبره، ما تركزوش على تعلمت هذه. انت 18 عام تبارك الله جمعتي كلشي. خويا نصيحتي لك في الحياه هو خذ لك مجال واحد وتخصص فيه واحترفه مزيان، وحتى تحترفوا مزيان وتولي كتدخل. وقتاش كتولي عندك الاحتراف في ذاك المجال؟ ملي تولي تدخل منه الصرف، حيت مجال ما كتدخلش من نص الصرف يسمى هوايه. الفرق بين الهوايه والاحتراف والبروفيسيوناليزم هو واحد تيدير حاجه ما كيدخلش منها تيتسمى هذاك هي هاوي، اللي تيكون بروفيسيون تيدخل منها طرف الاخر تيتسمى محترف. فملي تولي محترف وكتدخل ديك الساعه ممكن تنتقل لمجالات اخرى. اما خويا باش تقول لي درت كاع جميع المجالات وانت في عمرك 18 سنه، يهيأ لك انك محترف في هذه المجالات وانت لست بذلك، لانه ملي غتجلس مع المحترفين غتلقى راسك